السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشتغل النهارده مع بعض بريه بطريقة بسيطة خالص. الخيط المستخدم النهارده هيمالايا افريداي بيبي لوكس. الخيط ده 100% اكريليك. وزن الخيط ده 100 جرام. طول عدد الامتار 250 متر. بنستخدم معاه ابرة مقاس 3.5 مليمتر، لان الفتلة بتاعته رفيعة. هنبدأ نشتغل مع بعض. نسمي الله كده وناخد الخيط، نعمل العقدة السحرية. بندخل ونطلع نعمل 2 سلسلة بالشكل ده كده. هنلف الخيط وهندخل نعمل 3 عمود بلفة. 1 2 3 بالشكل ده. هنطلع سلسلة ونرجع نعمل 3 عمود بلفة. 1 2 3 سلسلة كده. معايا مجموعتين، هلف وهدخل واعمل 3 عمود بلفة. 2 3 سلسلة كده. معايا 3 مجموعات. عملت السلسلة، هدخل واعمل 3 عمود بلفة. هشتغل كده لغاية ما اكون 5 مجموعات. دي الرابعة، وكمان هشتغل مجموعة كمان مكونة من 3 أعمدة وفوقيهم سلسلة. معايا كده 5 مجموعات. هقفل، هسيب الاتنين ارتفاع وهقفل في أول عمود تمام بمنزلقة. هدخل في تاني غرزة واعمل منزلقة. هطلع 2 سلسلة، هلف الخيط وهشتغل 1 2 3. احنا بنشتغل دلوقتي فوق تاني غرزة، مش اول غرزة. اول غرزة قفلنا فيها بمنزلقة، بعدين عملنا منزلقة في تاني عمود واشتغلنا فوقيه الغرزة بتاعتنا. عملت سلسلة، الفراغ اللي عليه الدور تمام اهو. بعد تالت سلسلة من السطر اللي قبليه الفراغ، هدخل وهعمل الغرزة بتاعتنا 3 عمود بلفة. 2 3 سلسلة. هسيب اول غرزة، هخش في تاني غرزة من المجموعات اللي فاتت او من الغرز اللي فاتت. معانا 3 غرز اهم، 3 عمود بلفة. هسيب الاولى، هدخل في التانية وهعمل عمود بلفة. هعمل 3 عمود بلفة. 1 2 3 كده. معايا 3 عمود بلفة. هطلع سلسلة، هسيب الغرزة التالتة. احنا اشتغلنا في التانية اهو، هنسيب التالتة كمان، يعني حسبنا الاولى واشتغلنا في تاني غرزة، هنسيب التالتة وهندخل في الفراغ. شغلنا كله هيبقى في الغرزة اللي في النص وفي الفراغ. الغرزة اللي في النص اهي، تاني واحدة، وبعدين الفراغ اللي بعد التالتة. تاني غرزة وبعدين الفراغ اللي بعد الغرزة التالتة. هكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. خلصت كده السطر ده. كده معايا 10 غرز او 10 مجموعات. احنا كان معانا 5، عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. معانا كده 10 مجموعات. هنسيب سلسلتين للارتفاع وهنقفل في اول غرزة تمام. هنلف الخيط وهنطلع 2 سلسلة. الفراغ اللي قبل الارتفاع ده على طول هشتغل فيه 3 عمود بلفة. 1 2 3 بالشكل ده. هطلع سلسلة، الفراغ اللي بعده على طول هشتغل غرزة صدفة. هدخل وهعمل 3 عمود بلفة.
2 3. هعمل حلقة او سلسلة، هلف الخيط وفي نفس المكان هعمل كمان 3 عمود بلف. 1 2 3. هعمل سلسلة، الفراغ اللي بعده هشتغل 3 عمود بلفة بس. 1 2 3. سلسلة، الفراغ اللي بعده صدفة كاملة. 1 2 3. سلسلة كمان 3 عمود بلفة وسلسلة. كده 3 عمود بلفة، وهعمل سلسلة وهكمل بنفس الطريقة لحد ما الف السطر. اشتغلت 3 سلسلة بس، بعدين صدفة، بعدين 3 سلسلة، بعدين صدفة. وشغلنا كله في السطر ده على الفراغات بس، جوه الفراغات مش هنشتغل فوق الغرز خالص. وصلت كده لاخر السطر. كده مجموع المجموعات بتاعتي او مجموع الغرز بتاعتي 10 مجموعات. 5 غرز صدفة، و5 من اللي هي الغرز العادية اللي هي الثلاث اعمدة. تعالوا نعدهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما قلت لكم 5 فيهم الصدفة. هنعمل السطر الجديد، هنقفل في اول، هنسيب سلاسل الارتفاع ونقفل في اول عمود. هنطلع 2 سلسلة، هنلف الخيط ونرجع على الفراغ السابق ونعمل 3 عمود بلفة. 1 2 3. سلسلة، الفراغ اللي عليه الدور هندخل ونعمل 3 عمود بلفة. 1 عمود بلفة، بنلف الخيط وبندخل جوه الغرزة او جوه الفراغ، بنطلع معانا 3 حلقات، بنسحب من حلقتين بعدين من حلقتين. كمان عمود بلفة، هطلع من حلقتين بعدين من حلقتين وهعمل سلسلة. الفراغ اللي بعده هشتغل السطر ده كله في الفراغات 3 عمود بلفة بس، بدون صدفة وبدون اي تزايد. 1 2 3. سلسلة، وبنكمل بنشتغل هنا 3 عمود بلفة سلسلة، بنشتغل هنا 3 عمود بلفة سلسلة، بندخل بين الصدفة هنا برضو في الفراغ اللي في النص اللي هي السلسلة اللي بين ال3 عمود بلفة الاولانيين وال3 عمود بلفة التانيين. وهنكمل كده لحد اخر السطر. هقفل بمنزلقة في اول سلسلة، هطلع السطر الجديد، هعمل 2 سلسلة ارتفاع، هلف الخيط وهدخل في الفراغ السابق واعمل 3 عمود بلفة. 2 3. سلسلة، الفراغ اللي بعده هدخل واعمل 3 عمود بلفة. الغرزة اللي عليها الدور هعمل فيها صدفة. 1 2 3. سلسلة، في نفس المكان هعمل كمان 3 عمود بلفة سلسلة. 2 3. سلسلة، الفراغ اللي عليه الدور هعمل 3 عمود بلفة. 1 2 3. سلسلة، الفراغ اللي بعده برضو هعمل 3 عمود بلفة. 1 2 3. الغرزة اللي عليها الدور هتبقى صدفة، هنشتغل
3 عمود بلفة سلسلة، 3 عمود بلفة سلسلة. هكمل برضو السطر ده بنفس الطريقة، 2 غرزة عادية اللي هي 3 عمود بلفة سلسلة، 3 عمود بلفة سلسلة. هشتغل في الغرزة التالتة صدفة، هشتغل سلسلة، 3 عمود بلفة سلسلة، 3 عمود بلفة سلسلة، صدفة، وهكمل بنفس الطريقة. وصلت كده لاخر السطر، هدخل واعمل منزلقة في اول عمود، هطلع 2 سلسلة، هرجع على اول فراغ واعمل 3 عمود، 1 2 3 سلسلة. الفراغ اللي بعده هعمل 3 عمود، 2 سلسلة. العمود اللي بعده برضو هعمل 3 عمود، 2 3 سلسلة. هنا وصلنا لغرزة الصدفة، هشتغل في النص هنا فيها، في الفراغ اللي في النص ده هشتغل فيها غرزة صدفة. وشغلنا في كل السطور اللي جاي هيبقى زي السطر ده بالظبط، مع التزايد وهقول لكم ازاي دلوقتي. هنا انا اشتغلت اول عمود، 2 3 سلسلة، في نفس المكان هعمل 3 عمود وسلسلة، 1 2 3 سلسلة. هنا الشغل في كل السطور اللي جايه زي السطر ده بالظبط. هكمل بنفس الطريقه بالظبط، فوق كل فراغ هعمل غرزه عاديه اللي هي 3 عمود بلفه سلسله، 3 عمود بلفه سلسله، 3 عمود بلفه سلسله، اوصل للصدفه اعمل صدفه، وهكذا في كل الادوار الجايه. كل دور بيزيد غرزه عاديه من دي. بتفضلي شغاله لحد ما توصلي للمقاس المناسب، لعدد لمقاس قطر الدايره المناسب. وبس طبعا بتعملي مقاس البري بيختلف عن مقاس الطواقي. البري بيزيد قطر الدايرة بتاعته زيادة عن محيط الراس مثلا ب5 أو 6 سنتي، عشان يبقى البومبي بتاعها زيادة شوية عن الطواقي العادية. طبعا مش بيبقى فيها بومبي ولا حاجة. انا هشتغل لغاية ما اوصل للطول المناسب، وارجع نكمل البري مع بعض. وصلت كده للمقاس المناسب، تعالوا نقيس مع بعض نشوف عملنا كام سنتي. تقريبا 22 سنتي. المقاس ده انا عاملاه لسن من 5 ل10 سنين. هنبدأ نطلع السطر الجديد. لو هتعملي مقاس اكبر بتزودي كمان 2 او 3 سنتي، يعني سطر او سطرين كمان. هنقفل بمنزلقة. السطر اللي عليه الدور هنطلع 2 سلسلة. طبعا كده خلاص هنوقف تزايد، هنرجع في الغرزة اللي قبل كده وهنعمل عمود بلفة، كمان عمود بلفة، كمان عمود بلفة، 3 عمود بلفة سلسلة. اشتغل في كل فراغ هعمل 3 عمود بلفة سلسلة. وصلت كده عند الصدفة، هشتغل في نص الصدفة عادي جدا، بس هشتغل 3 عمود بلفة بس، مش هكمل الصدفة. هشتغل 1 2 3 سلسلة، مش هكمل الصدفة خلاص. ما عدتش التناقص بتاعنا، مش هنكمل صدفة. تمام. هنشتغل بس فوق كل غرزة غرزة عادية اللي هي مكونة من 3 عمود بلفة سلسلة بس. وهكمل بنفس الطريقة، وهعمل بنفس الطريقة كده 5 سطور، وهرجع لكم نفس الطريقة. فوق كل فراغ من ده
غرزة عادية 3 عمود بلفة سلسلة 3 عمود بلفة سلسلة. وصلت كده للمقاس ده، شايفين شكل البريه بدأ يلم معايا اهو. انا اشتغلت 5 سطور زي ما قلت لكم، وكمان انا بس هنا كنت معلمه بالماركر عشان اشوف انا بشتغل قد ايه. اشتغلت 5 سطور زي ما قلت لكم، وبعدين اشتغلت سطرين كمان نفس الغرزه برضو 3 عمود بلفه، بس من غير ما اعمل السلسله اللي في النص بعد كل غرزه. شايفين مش كنا بنشتغل 3 عمود بلفه بعدين سلسله 3 عمود بلفه بعدين سلسله؟ لا، انا شلت السلسله اللي في النص، اشتغلت سطرين بنفس الطريقه كده. حتى لو لاحظتوا ان الفراغ اللي هنا بقى ضيق عن اللي تحت، ممكن نشتغل كده كمان سطرين او 3 زياده، بس انا اشتغلت سطرين 2 بس. طبعا انا كنت شغاله البريه بابره مقاس 3.5 مليمتر. هغير الابره، هستخدم ابره اصغر عشان نعمل التناقص. هشتغل بابره مقاس 2.5 مليمتر. السطر بقى اللي عليه الدور هطلع سلسله واحده ارتفاع، هدخل في نفس المكان واعمل غرزة حشو، اللي بعدها هعمل حشو 2 3 4 5 6. كده عملت 6 غرزة حشو. الغرزة السابعة هدخل واسحب الخيط، مش هقفل الغرزة، هدخل في الغرزة اللي بعدها رقم 8 واسحب. كده عملت تناقص في الغرزة رقم كام؟ 1 2 3 4 5 6. عملنا تناقص في الغرزة رقم 7 و8. تمام. هكمل بنفس الطريقة، اشتغل 6 حشو عادي، وبعدين 7 والثامنة فيها تناقص. 3 4 5 6. هندخل في الغرزة رقم 7، ما نقفلش الغرزة، هندخل في الغرزة رقم 8، نسحب ونطلع من ال3 حلقات مع بعض. هكمل كده لاخر السطر، هعمل 6 غرز حشو عادية، وفي الغرزة رقم 7 و8 هنعمل تناقص. هكمل لاخر السطر عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. هنطلع بقى السطر الجديد. طبعا كده خلصت السطر ده، هنطلع السطر الجديد سلسلة واحدة ارتفاع. هنشتغل 1 2 6. التناقص هنا هيبقى في الغرزة رقم 7 و8 بالشكل ده. هنكمل 1 2 3 4 5 6 7. مش هنقفلها، هناخد رقم 8 معاه. هكمل برضو السطر ده بنفس الطريقة، هشتغل 6 غرز، ورقم 7 و8 هيبقوا تناقص. وصلت كده لاخر السطر، هقفل بمنزلقة في اول غرزة، هطلع سلسلة ارتفاع، هدخل في نفس المكان واعمل حشو 1 2 3 4 5. كده عملت 5 حشو. الغرزة الستة والسبعة فيهم تناقص، يبقى هشتغل 5 فردي 1 2 3 4 5. والغرزة رقم 6 بندخل، ورقم 7 بندخل ونسحب. معايا 3 حلقات هطلع منهم ال3، والتناقص بتاعنا هيبقى في الغرزة رقم 6 و7. هنعمل 5 غرز فردي، والستة والسبعة فيهم التناقص. هكمل بنفس الطريقة برضو لاخر السطر، ونرجع نشوف التناقص في السطر الجديد. هنطلع السطر الجديد، هطلع سلسلة نفس المكان، هدخل واعمل حشو 1 2
3 4. التناقص هنا هيبقى في الغرزة رقم 5 و6. هندخل في الغرزة رقم 5 ونسحب، وندخل في الغرزة رقم 6 ونسحب، نسحب الخيط بالشكل ده. وصلت كده لاخر السطر. السطر ده اشتغلنا التناقص فيه في الغرزة رقم 5 و6. السطر اللي قبله كان 6 و7. ده يعني ده المقاس المطلوب اللي انا عاوزاه، ده الحجم او الفتحة اللي انا محتاجاها لراس البنوتة اللي انا عاملاه لها، عشان لسه كمان هنعمل سطور جايه، فمش عايزينها تبقى ضيقه قوي. فانت بتوصلي بالتناقص لحد المقاس اللي انت عاوزاه، او اوسع من المقاس اللي انت عاوزاه بدرجه، يعني بشويه. طبعا لو انت لسه عامله مقاس بناتي كبير او حريمي او كده، والمقاس لسه واسع معاكي وعايزه تتناقصي، فبتكملي التناقص زي ما انا عملت بالظبط. انا السطر ده كان في التناقص في الغرزه 5 و6، اعملي السطر الجاي 4 و5، السطر اللي بعده 3 و4 كده، يعني كل سطر بتنقصي فيه غرزه من التناقص لغايه ما توصلي برضو للتناقص او للمقاس اللي انت عاوزاه. انا خلاص كده هوقف تناقص، هبدا اشتغل بقى السطور اللي جايه ثبات. هطلع سلسلة وهشتغل في كل غرزة حشو واحدة بس. كده مش محتاجين نعد، خلاص كده هنشتغل فوق كل غرزة واحدة بس. وهتشتغلي طبعا عدد الادوار اللي انت عاوزاها. عاوزة الجزء اللي على الجبهة ده يبقى كبير، بتعملي عدد سطور كتير. عاوزاه يبقى صغير خالص، بتشتغلي سطرين او 3 ثبات، يعني ده بيرجع ليك انت. فانا هكمل عدد سطور ثبات فوق كل غرزة واحدة، وهوصل لاخر السطر واطلع سلسلة واكمل برضو سلسلة غرزة فوق كل غرزة، وهرجع اوريكم الشكل النهائي للبري. خلصت كده عدد السطور المطلوب. انا عملت بس 3 سطور. هبدأ بس انضف الخيط، هدخله كده بين الغرز لجوه. طبعا بعد ما خلصت عملت غرزة كده ثبات، وبعدين قصيت الخيط. هقفل بقى الشغل، هنضف الشغل تحت كام غرزة بس كده عشان تبقى ثابتة. خلاص ما عادتش باينة. وده الشكل النهائي للبريه بتاعنا، سهل وبسيط خالص خالص، شايفينه رقيق خالص. اتمنى يكون فيديو النهارده مناسب ليكم وقدرتوا تستفيدوا منه وتنفذوا البريه بكل بساطه. يا ريت بقى تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان تشجعوني. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.